السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. نكمل بقى موضوع السجاد ده روتيننا برضو النهارده تكملة من امبارح. انا النهارده انا روتيني كان النهارده صورته برضو، بس ايه هنزله ان شاء الله بكره باذن الله. ده بقى تكملة الاستجابة يا اخواتي حبايبي. حابة اشكر كل الناس اللي عندي، ربنا يبارك لي فيهم ويحرمنيش منهم ابدا ويسترها معاهم ويصلح حالهم وبالهم يا رب. حابة بقى أشكر اخواتي اللي دخلوا عندي جديد واللي عندي، ربنا ما يحرمني منكم أبدا. انتوا أحلى حاجة في حياتي، انتوا عيلتي التانية، انتوا حاجة جميلة أوي ربنا رزقني بيها بعد اللي أنا عشته في حياتي الفترة اللي فاتت ديت والسنين اللي فاتت دي كلها. فألف حمد وشكر ليك يا رب. ربنا بيبعت والله بيعوض، ربنا أحن علينا من أي حد، أحن علينا من نفسنا أصلا. الحمد لله على كل حاجة يا اخواتي، انتوا أحلى حاجة في دنيتي أقسم بالله. ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا لو دعمكم الحلو. وكل اللي انا بفكر فيه ومتجهه له دلوقتي في حياتي ان انا اخد اهلي زي ما انتم شايفين كده، واهلي ولادي، وان اعلم ولادي واكبرهم. ده كل اتجاهاتي دلوقتي وعقلي وتفكيري وكل حاجه فيا، مبفكرش غير في ولادي بس. فربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. شفت التراب قد ايه هناك؟ طب بقى عشان ما كنستهاش، لو انا بقى كنت كنستها كان فيا بس تراب كتير كده. فكسل بقى متعرفوش، اولها مستعجله عارفة. بس الحمد لله أنا البراند دي أنا كل فين وفين كده، يعني كل ما أجي أعمل سجاد لازم أغسلها الغسلة دي. بعد كده بقى بتبقى مثلا أكنسها وأمسحها بالشطوبة كده وخلاص. ساعات كمان ممسحهاش في الصيف، بس اللي بمسحها علشان خاطر بيبقى فيه تراب أكتر من الشتا، لأن احنا بيتنا على الطريق والعربيات والحاجات دي. دعولي دعولي إن ربنا يكبر بخاطري ويفرح قلبي ويعدي الأيام اللي جاية دي على خير ويصلح لي حالي ويسهل لي أموري بجد. والله أنا مش عارفة ايه اللي مستنيني، بس أنا متوكلة على الله وفاض أمري ليه. وبقول يا ياسين بقى ترشدي عشان أنا كان في تراب كده لازق كده بالمية، فأنا قلت أما أنضفه يمكن أنضف أكتر من إيديا. المشكلة إن أنا ماسكة العباية وهي أصلا مبلولة. أنا والله العظيم العباية دي مبلولة نصها، أكتر من نص من فوق كمان. مش عارفة أنا كنت محافظة عليها وهي أصلا مبلولة. ذكية أنا صح؟ أنا عارفة إن أنا ذكية. ربنا يصلح حالكم جميعا ويوسع رزقكم، ويا رب روتيني يعجبكم. كل اللي دخلوا عندي دلوقتي يعملوا بقى لايك واشتراك وكومنت حلو، دعوة جميلة، وتذكروني على طول كده بالحلو اللي انتوا بتقولوه لي في الكومنتات. ربنا يكبر بخاطركم يا اخواتي ويصلح حالكم، واوعوا تنسوا تسمعوا الفيديو كله. وبالله عليكم الاعلانات ربنا يخليكم ليا. الاعلانات دي لولادي